أصبح العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس واحد من أشهر الشخصيات في عالم الكوارث بالكرة الأرضية، خاصة وأنه توقع حدوث زلزال سوريا وتركيا المدمر واللي وقع في شهر فبراير اللي فات. خرج علينا العالم الهولندي مرة تانية عبر منصة إكس وقناته على موقع اليوتيوب، وأكد فيها إن في اقتران بين الشمس والزهرة وأورانوس، وقال إن ده اقتران حاسم. طيب ده معناه ايه؟ بعدها بشوية في نفس الفيديو قال في اقترانات تانية ممكن تسبب مشاكل في الارض، والاقترانات دي بين الزهرة وزحل والارض، وفي اقترانات تانية هتسبب كوارث على وجه الكرة الارضية. واكد العالم ان الاقترانات اللي قدامه بتوضح ان ممكن ده يسبب زلزال بقوة 7.8 ريختر او اكتر في عدة اماكن بالكرة الارضية دون تحديد مكان واضح ومحدد زي ما عمل قبل كده في زلزال سوريا وتركيا. واكد هوجر بيتس ان فترة حدوث الزلازل دي هتكون بين يوم 12 إلى 16 أكتوبر بسبب حدوث كسوف الشمس يوم 14 أكتوبر. فهل يصدق صاحب أكثر التوقعات جدلا وصحة من جديد، ولا هيكون توقع مش في محله؟